سلام سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحه جيده. مرحبا بكم في قناتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد وموديل جديد. موديل اليوم طبعا البنات يعني موديل خفيف، تاع مناسبات خفيفه. راح نشوفوا الطريقه مع بعض ان شاء الله. طبعا كما عودتكم دائما اللي حبت يعني تعمل طريقه التفصيل، حبت القندوره تاعها ايبازي تعمل طريقه الداخل في الخارج، وعملنا لها شرحت يعني في الفيديوهات السابقه، تقدروا ترجعوا لهم. اما اذا حبت يعني تطوي فقط القماش تاعها على 4، تتبع معايا ونشوفوا مع بعض الطريقه ان شاء الله. قلنا كما متعودين راح نديو باترون القندوره اساسيه عادي البنات كما متعودين. يعني القندوره تاع الدار راه ما فيهاش يعني حسابات بزاف، واي وحده يعني تقدر تخرج قندورتها، ماشي كما يعني دوك ملابس الاطفال والا سواريهات والا هذوك يعني راح يكون فيهم حسابات وتعقيدات. احنا رانا رايحين يعني مع المبتدئات يعني نحاولوا كل مره نبسطوا لهم فكره ونبسطوا لهم موديل باش يعني ما يبقاوش ديما في حيره كيفاش تفصل هذاك الموديل كيفاش تفصل هذاك الموديل. اول حاجه البنات راح نبداو بها هي نديو نصف عرض الكتفين هنايا. طبعا انا في نظر الدار دائما ندي 19 سنتيمتر، كان يعني تدي 20 سنتيمتر ومن بعد تنقص. انا دائما ندي 19 سنتيمتر يعني باش ما يجونيش الكتاف عراض، وفي بعض الاحيان نزيد نقص يعني انا نفصل ونخلص ونزيد نقص يعني حتى 10 سنتيمتر في الكتف، هكذا نتفادى يجوني الكتاف طايحين. نجيو ننزلو هنا مسافه من 20 الى 21 سنتيمتر، نحدو خط التركيز. طبعا هنا عندنا 4 دوران الصدر، ثم ننزل مسافة يعني ما بين 17 إلى 18 سنتيمتر ما بين خط الخصر وخط الصدر، ونرسمو خط الخصر تاعنا. طبعا دائما كي نقول لكم القياسات هذو دائما تحسبوا ربع دورة الصدر تقسيم 4 زائد على الأقل 5 سنتيمتر للتوسيع. دورة الصدر أيضا هذه دائما يعني كاين بنات كي نقول هكا نحط القياسات تقول لك والزياده والراهي، دائما الزياده راهي في يعني في البدايه كي تحسبوا دوره الصدر كامله تقسيم 4 زيدوا 5 سنتيمتر للتوسيع والاريحيه. ان شاء الله تكون واضحه. ونواصلوا هنايا طبعا بالطول اللي احنا حابينه. دائما هنا نطلعوا مسافه يعني ما بين 5 الى 6 سنتيمتر اذا كانت القندوره ماهيش ايبازي ياسر. اذا كانت القندوره ايبازي ياسر البنات رايحين نروحوا حتى يعني من 10 حتى 15 سنتيمتر هنا في الاتجاه هذا، يعني في المسافه هذه اللي نطلعوها. قد ما كانت القندوره ايبازي قد ما نطلعوا في القندوره تاعنا. هنا نحدو هنا الرقبه تاعنا عندنا 8 سنتيمتر، نجي هنا المنتصف نحدد منتصف الحرده تاعي، نخرج 3 سنتيمتر ونعمل تقويسه. هنا اللي عندها بيروكي تستعمل البيروكي مباشره، يعني مش راح تحرجها فقط ترسم بها. ننزلو هنا 1.5، احيانا ننزلو 2 سنتيمتر في ميلان الكتف. هنا الامام ندخلو 1.5 سنتيمتر حتى 2 سنتيمتر في الحرده. نزول الرقبه هنا البنات الرقبه كما راكم تشوفوها امام وخلف، هاكم تشوفوها امام وخلف. ثم العمق هنا البنات راهي كل وحده واش تحب العمق تاع الرقبه تاعها. انا ما نفرش على وحده ما تحبش الرقبه متسعه بزاف نقولها اهبطي 20 سنتيمتر، يعني راهي امام وخلف، ديروا حساب بلي راهي امام وخلف. كاينه ضعيفه جهه طيح يعني، يا اما تعمل شريط هنا باش يعني تمسكها، يا اما يعني ما تنزلش في الرقبه تاعها ياسر. انا راح ننزل في الموديل هذا راح ننزل 15 16 سنتيمتر تكفي في الموديل هذا البنات بهذا الشكل. ننزل 15 الى 16 سنتيمتر، يعني قلت لكم امام وخلف مع بعض. حبت تنزل اكثر هي حره، اللي حبت تدير الرقبه الاماميه اطول من الرقبه الخلفيه ثاني تقدر. حنا نتبعوا فقط الموديل كيفاش راه مفصل. قلنا بعد ما حددنا قياس الرقبه تاعنا، هنا حبيتوا البنات تدخلوا 1 سنتيم هنا يعني تجيكم الرقبه شابه كي تدخلوا 1 سنتيم هذيك وما تجيكمش تفتح وتميلوا بهذا الشكل. هذه فقط يعني كملاحظه يعني من عندي انايا. اللي حبت تفصلها عادي رقبه كاري كما راهي تفصلها، اللي حبت تدخل هنا 1 سنتيم تدخل. راح تجيها الرقبه ايضا
متحوفه. بالنسبه لي بينس هنا كما راكم شفتوا عندنا الاشرطه هذو البنات راهم جايين في مكان لا بينس. هذو الاشرطه هذو راهم خايطين في مكان لا بينس، يعني هما اشرطه من القماش ومزينينهم بالقالون هذاك وبعدها مخيطينهم هنا. راح نجيو نحدو البنسه تاعنا. هنا البنسه طبعا تعتمد ما بين الحلمتين تقسيم 2، كل وحده تقيس من الحلمه تاعها، يعني من الحلمه هذه الحلمه هذه تقيس المسافه هذيك، مثلا لقاتها 20 سنتيمتر تقسمها على 2 تعطيها 10 سنتيمتر. نجيو نحطوها هنا، راح نطلع هنا هذه خط الصدر، هاهو خط الصدر، يعني منطقه الحلمه وين تكون لنا هنا، يعني تنزلوا حوالي من 5 6 على حسب كل وحده، يعني القياس تاعها تقدر تقسم الكتف لهنا تلقاها 25، قادرة تلقاها 26، قادرة تلقاها 30، كل وحده هنا تختلف من وحده لوحده. ونجيو نطلعوا بالبنسه تاعنا هذه وننزلوا هنا، ننزلوا مسافه 12 سنتيمتر 10 12، نطلعوا مسافه من 10 الى 12. هنا يعني ما نحتاجوش القياس هنا لانه راح نعملوا قصه الاميره. نجيو هنا للمنتصف البنات تاع الحرده ونرسموا البنسه تاعنا بهذا الشكل. نخرجوا هنا 1.5 وهنا 1.5، ننزلوا من الحلمه هنا 2 سنتيمتر ونرسموا البنسه تاعنا. يعني البنسه راهي ما توصلش للحلمه، البنسه هذه ما توصلش للحلمه، هي جيت تحت الحلمه ب2 سنتيمتر. هذه الحلمه تاعنا ننزلوا 2 سنتيمتر ونحدوا مكان البنسه. هذه فقط ملاحظه البنات. رسمنا الباترون تاعنا، نقصوا الامام والخلف ونكملوا باقي العمل. هنا قلنا رقبه امام وخلف مثل بعض، نقصهم كيف كيف ومن بعد نشوفوا واش رايحين نغيروا. فوالا هذا الخلف هذا هو. طبعا تحدوا له، حبيتوا تحدوا له البنس نحدوهم له هنا ونشوفوا كيف نحدوهم. هنا تروحوا تجملوه، ندخلوا هنا مسافه 13 سنتيمتر، نرسموا البنسه تاعنا، ننزلوا ب14، نطلعوا ب14، نخرجوا 1 سنتيم 1 سنتيم ونرسموا لا بنس بهذا الشكل. نزيدوا الجهه هذه ايضا نفس الشيء، هنا نرسموا لا بنس تاعنا عادي. هذه تاع الامام هنا فقط تروحوا تستشفوا الرقبه تاعكم، تخيطوا لي بنس تجملوا الخلف. احنا الامام البنات قلنا عملنا البنسه حبيتوا تفتحوها تفرغوها لكم الاختيار، حبيتوا ترسموها في الخلف تاع القماش وتخيطوا فقط. لكن هنا عندنا الشريطه هذوك البنات، صبروا شويه هنا نحيو هذه الزياده، هذه ديما قلنا ندخلوا فيها في الحرده في المنتصف فقط، ماشي عند الكتف ولا عند الحرده، في المنتصف. قلنا حبينا نفتحوا البنسه تاعنا نفرغوها نفتحوها، يعني لكم الاختيار. واللي تخاف من المقص فقط ترسم هكذا. هنا فتحناها. اللي ما تحبش تفتح البنات تروح فقط ترسمهم من الخلف وتخيط. لكن الاشرطه هذوك لازم تحكم عليهم ما بين القماش بالبانجل هكذا، ما بين القماش الاشرطه هذوك تحكمهم بالبانجل ومن بعد تخيط. شوفوا الاشرطه هذوك كيف نعملوهم، اشرطه يعني فقط من القماش البنات. خيطوا شريط هكذا بالعرض نتوما اللي حبيتوه على حسب الكالو تاعكم. شوفوا العرض تاع الكالو وتعملوا شريط هنا حزام، يعني اي وحده تقدر تخدم حزام. الحزام هو السهل، تخدموا حزام ومن بعد تجيو تخيطوا عليه. من احسن الخياطه هذه ترجعوها للمنتصف بتجيكم الخدمه فين ديروها الخياطه ديروها صاده لتحت والوجه ديروه لهنا في الاعلى. خيطوا عليه الكالو هذاك، ديروه على حسب الكالو، العرض تاع الكالو تاعكم هذا العرض تاع الكالو هذا تخيطوه هنا في الاشرطه في الحزام تاعكم. تجيبوا الحزام هذا تركبوه هنا مع البنسه تقلبوه هكا
يعني تقلبوا للخل، تخيطوا البانسه تاعكم، من بعد ترجعوا راح يبقى لكم هنا. طبعا يجي شريط من هنا وشريط الاخر من هنا، انا نقص فقط من هذا هكذا باش يعني تخيطوهم في اتجاه واحد هكذا. راح يجي هنا قبل ما تركبوا قلنا نروحوا نركبوا الكالو هذاك، راهم مزينينو بالكالو كما راكم تشوفوا فيه، ها زينوه بالكالو هذا، ومن بعد تركبوه هنا، ومن بعد تجملوا القندوره تاعكم عادي. اكمام كورباي البنات فقط، يعني عملنا عليهم شروحات ياسر مش راح نعاودهم، فقط ركبوا لهم الكالو هذاك بطولتهم اللي حبيتوه. هذا هو البنات الموديل تاع اليوم، ان شاء الله نكون افدتكم، تكونوا استفدتوا منه. موديل يعني سامبل وبسيط وفي نفس الوقت يعني متحوف، ميم حتى يعني الكالو هذا يعني يجي خفيف ماهوش يشارجي، يعني يجيكم القندوره تاعها مليحه. ان شاء الله نكون افدت المبتدئات ويكونوا استفادوا من الشرح هذا. جينا لنهاية الفيديو البنات، نقولكم إلى اللقاء في فيديو آخر ومع موديل آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.